إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل عليه وسلم وبارك في الآخرين، وصل عليه وسلم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأكارم، لا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من الاعتدال والتوازن، وقد جاء في القرآن الكريم دعوات صريحة تدعو إلى التوازن وإلى الاعتدال في كل الأمور، لا سيما في المشاعر، مشاعر الحب والكراهية أو الحزن والفرح، وحتى في بعض الأعمال مثل الإنفاق، وحتى أيضا في إقامة الشعائر والشرائع. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما تنفق لدرجة كبيرة حتى تبقى أنت فقير وأولادك فقراء، لكن لا تكن شحيحا لدرجة كبيرة، ولكن ابتغ بين ذلك سبيلا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ما أسرف ما كان شحيح. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو أصحابه إلى هذا الخلق، وكان يقول لأصحابه: القصد تبلغ، يعني روح بالعقل، هذا القصد يعني تقتصد، روح بالعقل توصل. فالذي مثلا يتدين ويبدأ يحاول أن يفعل كل شيء ويصبح في يوم واحد يولي عمر ابن الخطاب مثلا، لا يستطيع. روح بالعقل حتى تصل. إن بعض الأعراب كانوا إذا جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونه أن يعلمهم دينه، ما كان يعطي لهم النبي إلا ما يسهل عليهم، ثم بعد ذلك فليتعلموا ما شاءوا. وسأله أحدهم: يا رسول الله، كم فرض علينا الله عز وجل من صلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم، 5 صلوات في اليوم، إلا أن تتطوع إذا لك حاب، بصح أنت 5 صلوات فقط ما تزيد. إذا حبيت تتطوع معلش. ما بداش يقول له: شوف، قبل الصلاة الظهر 4، وبعد الظهر كذا، وقبل العصر وبعد المغرب. ما قال له هكذا. قال له: فكم فرض علينا الله عز وجل يعني من صيام؟ قال: شهر رمضان فقط، هذا هو المفروض عليك، إلا أن تتطوع. وعدد له الأركان المعروفة. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، أو لا أنقص، ما راح نزيد ما ننقص يعني. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. حتى الأمثال الشعبية، الأمثال التي يتكلم بها الناس، كذلك فيها الدعوة إلى الاعتدال، كقولهم مثلا: لا تكن لينا فتعصر، ولا تكن صلبا فتكسر. ما تكون لين يغلبك كامل، ما تكون لين بزاف لأنه ما يعصروك يعني، لكن لا تكن صلبا، في يوم ما ستكسر. وكما قال الشاعر الجزائري محمد العيد الخليفة رحمة الله عليه: ومن مواطن عيب المرء طيبته، فلا تكن طيبا إلا بمقدار. وقد حول
البيت الأول بعض الشعراء وبعض الناس: وعيب المرء في طيبته، وعيب المرء في طيبته، فلا تكن طيبا إلا بمقدار. لما نقول هذا الكلام أيها الإخوة، هذه مقدمة. لماذا؟ لأنه حتى مشاعر الفرح والحزن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى ماذا؟ إلى الاعتدال فيها، إلى الاعتدال فيها. قال تعالى في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما كاش مصيبة صارت سواء في أنفسكم أو صارت على الأرض إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، من قبل أن نكتبها نحدثها، من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير. وهذه حاجة يسيرة على الله، ما تعتبر هذا شيء صعب يصعب عليه. الله لا يعجزه شيء، الله على كل شيء قدير. لكن لماذا؟ علاش رب العالمين أعطلنا هذه الحقيقة؟ قال لك يا ناس اسمعوا مليح، ما كاش مصيبة وقعت لكم، ما كاش حادثة وقعت لكم سواء في أنفسكم أو في الأرض إلا وهي مسطرة في كتاب، وأنا أعلمها قبل أن تحدث. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إذا الإنسان أيها الإخوة أمام في هذه الدنيا راه يتلاقى بأحداث كثيرة. سبحان الله، الله قال مصيبة ما أصابكم، ثم قال لا يحب كل مختال فخور. هل بعض المصائب تؤدي إلى الاختيال، إلى الفرح الشديد؟ نعم، هي مصائب من حيث لا يدري، هو يظنها نجاح وهي في مصيبة. أحيانا أيها الإخوة لماذا الله عز وجل يطلب منك الاعتدال في الأسى وهو شدة الحزن؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم. الشيء اللي راح لك خلاص لا تتبعه، لا تتبعه. ما قال لكي لا تحزنوا، لكي لا تأسوا. والأسى جذر هذه الكلمة تشبه التأسي والأسوة، وهو التتبع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني تبعوه. يعني علاش قال لكي لا تأسوا؟ يعني الشيء اللي راح لك، الشيء اللي راح لك حزنت عليه، الله ما قال لا تحزن، ما قال قال ما تأساش، ما تبقاش تتبع فيه. وراحت لي كذا، وراح لي هذاك المشروع، وراحوا لي ملايير، وأنا خلاص يعني، وراحت لي الشهادة، لم أنجح في كذا. ويبقى هكذا يعيش في الأسى والكآبة وشدة الحزن حتى يتقوقع على نفسه، هو لا يدري أن الله عز وجل حين منعه فقد أعطاه. لأن الإنسان لو أدرك كما قال العلماء، لو فهم الإنسان أسرار الله سبحانه وتعالى لعلم أن المنع عين العطاء. شت نهر منعك رب العالمين من حاجة أعطاك، ما حبش يديك إلى الهاوية. احنا أيها الإخوة دائما نقرأ الأمور إما كلها إيجابية أو كلها سلبية. يعني اللي فرح بنجاح في شهادة ولا خلاص أنا الآن ناجح يعني على جميع الأصعدة. قد تكون هذه المشكلة تاعك، أنا أقول قد تكون هذه المشكلة تاعك. رد بالك، الله عز وجل قال لك ما تفرح بزاف، إما تحزن إلى راحت لك الأمور. وهذه آية عجيبة أيها الإخوة، آية عجيبة. إذا الاعتدال في المشاعر مطلوب. وقد يقول الإنسان طيب احنا ما نتكلموش كثيرا عن الحزن، لا نتكلم عن الحزن. وإن كان الآية انظروا كيف ختمت الآية: إن الله لا يحب كل مختال فخور. الله لا يحب هذاك المختال الفخور الفارح كثيرا. إذا نركز على ماذا؟ على شعور الفرح. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الناس اليوم ما عادت تعرف كيف تفرح. وقد جاء الفرح في القرآن الكريم
في كثير من المواطن مذموما. الفرح جاء مذموم، قد يقول إنسان لماذا؟ وبعض المواطن محمود مليح الإنسان. لماذا أيها الإخوة؟ أراد الله أن يوصل لك رسالة أن الشعور بالفرح الزائد على اللزوم سيضرك، سيخرجك من إنسانيتك، ستصبح إنسانا أنانيا. وهذا واقع أيها الإخوة، واقع كلكم شاهدتم وكلكم تشاهدون اليوم بعد النجاح في الشهادة على البكالوريا. أنت فرحت يعني، ومعليش تفرح بإنجاز، صح؟ لا أحد يمنعك بذلك. الطريقة التي يفرح بها الناس اليوم أنا نقول لك أيها الإخوة غير صحيحة، غير صحيحة، لا يحبها الله. يكفي أنه عندك صديق وعندك زميل وكنت تقول له بلي نحبك وما نقدرش نفترق عليك، وعندك جار وتسهر معه، هو رسب وانت نجحت، بهذه الطريقة تعلن الفرح أمامه. تحبه أنت تحبه. كنا صغار أيها الإخوة، كنا صغار في المراهقة، كان يقولون أن أحد الصالحين في قرية احترقت، جاءت نار حرقت القرية، لم ينجو إلا البيت بتاعه. فلما رأى بيته يعني ما زال كما هو قال الحمد لله. فرح يعني أحمد ربي ولا لا؟ أحمد ربي، حاجة مليحة. قال الحمد لله. قال ثم تذكر الجيران تاعو كامل البيت تاعهم انحرق. قال كيف أنا فرحت وهما حزنانين؟ قال فلبث يستغفر الله سنوات، كل ما يتذكر يستغفر. هكذا كان يقولون، ربما مبالغة ولكن فيها معاني. وأعرف أسرة أيها الإخوة، أعرف أسرة والله ما يظهر عليهم سمات الالتزام، كيش زعما ملتزمين وغيرها، لكن لما جوهم الخطابة أم الزوج أم الخطيب جت تزغرت، قالوا لها لا أرجوك جارنا رام عندهم جنازة. قد تقول البنت لا هذا يوم الفرح تاعي، هذا يوم انتظرته طويلا. لا والله لا تفرح. شوف هذا الموطن بالذات، هذا الموطن لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هذا ما جاء أليس كذلك على لسان قوم موسى وهم يخاطبون قارون رب العالمين علاش خلى هذه لا تفرح أمامه؟ لأنه خرج متكبرا، قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا اللي قريت، أنا اللي تعلمت، أنا اللي جبت هذا المال، أنا اللي تعبت. قالوا له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. هذا الشعور هنا شعور خاطئ، الشعور بالفرح شعور خاطئ. والله الطريقة التي يفرح بها اليوم الناس ماشي هذه الطريقة. حتى إقامة الأعراس والولائم اليوم الصلاة أغلبها ولت قريبة من المساجد. وقت الصلاة شو باش تعرف اللي خرجت عن طورك، خرجت عن عقلك، يعني أنت وصلت لقيت الناس وقت الصلاة خلاص توقف، خلينا نصلي. والله أيها الإخوة ما نستطيع أن نقرأ والناس تفجر في هذه المفرقعات وغيرها. وين الصلاة؟ وين الآذان؟ سمعت الآذان، احترام الآذان، راه يقول الله أكبر، توقف. خلاص الناس أيها الإخوة شفتوا الفرح هنا، هذا الفرح مذموم ماشي مليح، ما خلاكش عندك مشاعر، ما مولاش عندك مشاعر. معليش على الأقل احترام للجار، احترام للصديق. هذا هو. قال تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح المخلفون وش معنى فرحوا؟ ما راحوا شاركوا معه في الغزوة. هل يفرح الإنسان حين يتخلف عن نصرة الإسلام والمسلمين؟ هذا فرح هذا؟ الله قال شوف فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر، ما تروحوش تجاهدوا لأنه راه الحر كما راه اليوم وأكثر في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
قل لهم باللي نار جهنم أشد من هذه الأيام هذه، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. جزاء بما كانوا يكسبون. أيضا وين جاء الضحك أو الفرح لمش مليح؟ قال تعالى ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا مشركين يخاطب الصحابة، يخاطب المؤمنين. لا تكونوا من المشركين. شكون المشركين؟ من هم؟ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل شيعة وحدها، كل طائفة وحدها، كل حزب بما لديهم فرحون. الفرح هنا مطلوب. فرحان أنك تفرق في المسلمين. أنت راك تقول لا أنا راني على حق، أنا راني أظهر في الحق، أنا راني يعني أسبو إلى الحق وأفرق بين الحق والباطل. لا، أنت راك فرح فرحا غير شرعي، أنت راك فرحان، أنت راك لست مقتنع. الله عز وجل ما قال كل حزب بما لديهم مقتنعون، لا، قال كل حزب بما لديهم فرحون. ابحث عن الفرح، ابحث تجده مذموما في أغلب المواطن. ماكش تعرف تفرح. لماذا عايش فرحان؟ فرحان أنك تسب، فرحان أنك تشتم، فرحان أنه وجدت عيبا ولا خطأ في أخيك مثلا ونشرته وترك فرحان. أنت لا تطلب الحق. لذلك الله عز وجل قال كل حزب بما لديهم فرحون. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، قد عرفتم ما في القرآن الكريم من الفرح المذموم، فهل هناك فرح محمود؟ نعم. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بالرحمة تاع ربي، بالفضل تاع ربي افرحوا، نفرح أيها الإخوة. لما تدير طاعة أفرح. مثلا وفقك الله عز وجل ودرت صدقة، عاونت، يعني تروح تكري سيارة وتشري هذوك البوق وتبدأ تدور في البلدية تاعك وشاعل وفرحان، يعني هذا فرح. صليت الفجر في وقته، أنا خرج ندير حالة أيها الإخوة، صح؟ قل بفضل الله، بعد لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. شفت علاش أيها الإخوة؟ أنا فرحت، نعم، أن الله وفقني، فرحت أن الله هداني، فرحت أني تعبت يعني ودرست ثم نلت. نفرح، فرحت الداخل في قلبي، فرحت وفرحت مع أهلي وأسرتي وعانقوني والحمد لله، ودرنا عزومة للجيران وغيرها. خلاص يكفي، والله يكفي. هذا هو الفرح. الله سبحانه وتعالى ذكر الفرح المحمود، تعرف وين؟ في الجهاد، في المعارك. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. هذول لازم يفرحوا. مات شهيد وراه ينتظر في أهله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرحوا أيها الإخوة، نرشفوا النعيم عند رب العالمين وتلاقوا بالله سبحانه وتعالى. وزاد رب العالمين قال أحياء، قال لك ما تقولوش عليهم موتى، بالك تقول أموات. اللي مات شهيد بالك تقول ميت. قال لك بل أحياء عند ربهم يرزقون. الفرح هنا مليح، محمود هذا الفرح أيها الإخوة. لكن هل نخرج ونبدأ ونحتفلوا لأنه مات لنا مثلا شهيد؟ يعني هل تراه هذا السلوك مناسب؟ تقول لي لا. فكذلك في هذه المواطن اللي ذكرناها أيها الإخوة، حتى الاحتفالات اللي صارت بايخة، احتفال بالكرة مثلا بنجاح في مقابلة رياضية، هل يليق؟ أنا نقول لك معلش ريح وحدك. الآن ربما ما عادش تقبلها، أنت كشاب ومتعصب للكرة وللرياضة ما عادش تقبلها. ريح وحدك فقط، ريح وحدك. هل معقول يعني؟ وين نجحنا؟ رانا في تقهقر. الأمة الإسلامية في تقهقر، الأمة الإسلامية في تخلف. على ماذا فتفرح؟ على ماذا؟ على هزائم حضارية انهزمنا فيها.
يفرح إنسان معليش، قال والله لعبوا جيدا كذا، خلاص انتهى. تعلم. أنا نقول لك هذا الخروج عن الطور هذا راح يضرك، انتهى، راح يضرك، ما راح يخليك إنسان سوي. هذا ما يريده منك الإسلام فقط أيها الإخوة. ما يقول لكش ما تفرحش، لا لا لا، يريد منك أن تبقى دائما سويا.